موني بوكس. طول ما انت حلوة وصورك جميلة ومتصورة بشعرك ومتصورة بلبسك اللي بتاع البيت ومتصورة وانت بتغيري وتبدلي في لبسك، التطبيق بعد ما قدمتي على قرض خد صورك، بعد ما طلب منك صورة البطاقة او الصورة السيلفي، دخل على جهازك خد منك كل صورك، وبعد كده خد منك جهات الاتصال بتاعتك. بتطلبي مبلغ بيديكي 400 جنيه، تقولهم سدديهم 700 جنيه في 7 ايام، 300 جنيه فايدة. بتندمي ان انتي عملتي كده، بتيجي تدفعي ال700 جنيه بعد اسبوع، مبيرضاش يجيبلك ان انتي سددتي على الابليكيشن، يقولك جاري المراجعة. بتفضلي مستمرة في جاري المراجعة لحد تاني يوم الصبح تلاقيه تم الدفع، وبعد كده يبعتلك مبلغ تاني على التطبيق برضو او على المحفظة بتاعتك، وبعد كده يطلبوا منك بعديها باسبوع برضو بالفايدة الكبيرة اللي هي تعدي 70%. ولو ما سددتيش صورك عندنا هنتصل بجهات الاتصال اللي خدناها من عندك ونبعت لهم صورك وفيديوهاتك. تفضلي في الدايرة دي طول حياتك، انت ممسوك عليكي صور هي اساسا بتاعتك بس من تطبيق قذر. نصيحة مني ولكل بنت، ما تحمليش تطبيق ماني بوكس او ايجي لون او ايزي كاش او سوبر كاش. كل التطبيقات دي زي بعضها، وبعد ما بتعمل لها ريبورتات كتيرة من كتر الناس اللي اتأذت من التطبيقات دي، بعد كده بتتحذف وبتطلع باسم جديد. لو ما كنتيش تعرفي المعلومات دي وعرفتها من خلالي، شير ولايك وسبسكرايب للقناة، واحذفي وحذري غيرك من تطبيقات القروض الشخصية في مصر.